مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد بإذن الله أن تبقى الأجواء مشمسة وصيفية، وهذا على كافة التراب الوطني. خلال الصباح الباكر سيكون هناك ضباب نحو السواحل. خلال الظهيرة تتشكل بعض السحب الركامية التي ستبقى بدون فعالية على كل المرتفعات والهضاب العليا. أما جنوبا صفاء تام على شمال الصحراء والواحات، أجواء مغاشاة جزئيا بالجنوب الغربي، وتكون رعدية بأقصى الجنوب إلى غاية الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي، مرفوقة بأمطار رعدية محلية. الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تتراوح ما بين 17 إلى 20 درجة بالمناطق الشمالية، 23 درجة ستكون كعلى مقياس بغليزان معسكر وسيدي بالعباس، نفس المقياس جنوبا بتمنراس، 27 درجة بكل شمال الصحراء، الواحات والجنوب الشرقي، بينما ستقارب 28 درجة بالجنوب الغربي، لترتفع ما بين 31 إلى 33 درجة بأقصى الجنوب إلى غاية الصحراء الوسطى. عن الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تعرف ارتفاع مقارنة بنهار اليوم، مقاييس ما بين 32 إلى 35 درجة بالسواحل، ما بين 34 إلى 35 درجة بالهضاب العليا، المناطق الداخلية الشرقية إلى غاية تيزي وزو، بينما سترتفع إلى غاية 43 درجة على مقياس بمعسكر غليزان وشلف، إذن أجواء حارة. أما جنوبا 35 درجة بتمنراس، لتفوق 40 درجة على الجنوب الغربي، الجنوب الشرقي والصحراء الوسطى، تصل محليا إلى 46 درجة تحت الظل، خاصة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الغربي. البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب بسواحل الوسطى والشرقية. الرياح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الوسطى ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية شمالية غربية نحو السواحل الشرقية، بينما ستكون متغيرة الاتجاهات بسواحل الغربية. بالنسبة لشمال قارة أمريكا، الأمطار الرعدية ستخص كل من مونريال ب 26 درجة، نيويورك 24 درجة، كذلك بواشنطن 28 درجة، حتى بميامي ب 30 درجة، مكسيكو نفس الأجواء ب 27 درجة، بينما مشمسة على باقي العواصم، 24 درجة بفانكوفر، وترتفع إلى 39 درجة بدالاس. عن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود 5 صباحا و31 دقيقة، والغروب على 8 مساء و10 دقائق. مشاهدينا، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.